اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعند عمر لما وصل سلم على مامته ودخل على اوضته يقرأ الكارت. فتح الورقة يقرأ ولقاها كاتباله هي قد ايه بتحبه وبتكلمه عن مشاعرها. عمر فرح من قلبه لأن الكلام كان صادق وطالع من القلب. وبعدها كلم ملك وصلت بحبك يا ملوك، وانا كمان ملك علشان خاطر افتحي الكاميرا نفسي اشوفك. لا مش هينفع، افتحي لحسن اجيلك والله دلوقتي. ملك فتحت بكسوف لانها كانت لابسه تيشيرت قط. عمر بانبهار يا لهوي يا ريتني ما صممت. ملك بكسوف حطت شال على كتفها. احترم نفسك، ما كنا حلوين بس. عايز ايه يا عمر؟ كنت بتعملي ايه يا قلب عمر؟ لسه مخلصة شغل حلو وعندي صداع ومش عارفة انام من الشغل الكتير او من العياط مثلا. ما تزعليش، انا اصلا ما زعلتش منه، خفت على زعل، خفت تشك فيا وتبعد عني، خفت انك تخليني اسيب الشغل. كل احاسيسي كانت خوف يا عمر، كنت خايفة على زعل، كنت خايفة منك. انا اسف يا روحي اني خليتك تحسي بكده. انتي مش عارفة انا حاسس بايه بسبب كلامك ده، وكاره نفسي بسبب الشعور اللي حسيتيه. ما تقولش كده يا حبيبي، انا عارفة غصب عني. انا مش زعلانة خالص، بجد انا مش مسامح نفسي علشان انتي مش حاسة بالامان معايا. ما تقولش كده، انا بثق فيك وبأمن على نفسي معاك. انا نمت في حضنك قبل كده من غير ما اخاف منك. بعشاك يا قلب عمر. ملك نامت على السرير وانا كمان. عمر بتوتر: ملك، هو احنا هنتجوز امتى؟ يا حبيبي احنا متجوزين اساسا. لا جواز جواز، يعني تبي في شقتي وفي حضني بدل ما انا عامل زي المراهق كده. على فكرة يا عمر، انت بتفاجئني كل يوم بقلة ادبك اللي بتزيد دي. ايه يا حبيبتي، دي سنة الحياة. عمر يا حبيبي روح نام يا بابا، عندك شغل بكرة كتير. لا يا ملك، اوعي تقفل، عايزة انام. ما تنام، عايزة انام وانتي قصاد عيني. يا عمر اتلم شوي، الساعة بقت 2 وانا عندي شغل الساعة 9، يعني هصحى من الساعة 7. طب اوعي تقفلي لحسن اجيلك دلوقتي وانام معاكي. وعلى ايه؟ تصبح على خير. نامت ملك وعمر فضل اكتر من ساعة باصص عليها ومش قادر ينام، وبيتمنى ربنا يكمل شفاهم على خير ويتجوزوا في أسرع وقت. وساب الخط مفتوح. صحيت ملك تاني يوم واتفاجئت إن المكالمة لسه مفتوحة. فضلت فترة سرحانة في ملامحه وبعدين قفلت المكالمة وجريت تلبس هدومها وفكرت تعدي على عمر وبالمرة تسلم على عائشة. ملوكة، وحشتيني يا روحي. وانتي كمان وحشتيني يا ماما. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. ما تقعدي معايا شوية وحشتيني. عايزة اتكلم معاكي، معايا شغل والله، بس هخلص بدري وهجي لحضرتك. بس ما تقوليش لابنك لما يروحش الشغل ويقعد. عايشة بضحك: ده حاله اتبدل، الواد نايم لحد دلوقتي، ممكن ادخل اصحيه؟ طبعا يا حبيبتي. دخلت ملك الأوضة وقعدت تتفرج عليها بانبهار وبعدين قربت تصحيه. عمر، عمر حبيبي اصحى، هتتأخر يا بابا. يا لهوي، انا اتجننت ولا ايه؟ بقيت اسمع صوتها وانا نايم. يا حبيبي اصحى، انا ملك بجد. عمر فتح عينيه بذهول: انتي بجد ولا تهيؤات؟ لا يا روحي بجد. ويلا بقى اصحى وبلاش كسل. عمر نيمها جنب وحضنها وغمض عينيه. لا انا عايزه انام شويه. عمر يا حبيبي ما ينفعش كده، عندك شغل كتير. ثم يا استاذ إيه اللي ما نيمكش بدري؟ عمر وهو بيلمس خدها: فضلت اكتر من ساعه احفظ في ملامحي. ملك مسكت ايديه وعضتها: اتعودت عليا جامد. لا بقى، انتي اللي ناسيه ان جوزي. لا يا حبيبي مش ناسي، حتى بالأمارة جاي صحي جوزي علشان يروح الشغل ومأخرة نفسي علشان. طب ما تدي جوزك حبيبك بوسة. قوم يا عمر، ربنا يهديك. أنا مش عارفة اتخميت فيك ازاي.
طب استني أغير وننزل سوا. خرجت ملك وفضلت تتكلم مع عائشة لحد ما عمر خلص ونزل لها، وكل واحد راح على شغل. ملك بلغت المدير بموافقتها وراحت مكتبها تكمل شغل، أما عند عمر راح يخلص شغله مع الوفد، وبعدين اتفقوا على حفل. أما ملك خلصت شغلها وراحت لعائشة تقضي معاها اليوم. ده أنا قلت مش هتيجي، قوليلي بس عاملة غدا ولا أعمل أنا؟ لسه ما خلصتش. قلت أنضف أوضة عمر وكمل. طب سيبيلي أوضة عمر، عوده على نظامي من دلوقتي علشان ما نتخانقش بعد الجواز. ربنا ما يجيبش خناق يا حبيبتي، غيري هدومك بس علشان التراب. طيب هلبس ايه؟ أي حاجة من عند جوزي. بس يا ماما. يلا اسمعي الكلام، مفيش حد هنا، هو هيجي متأخر زي عوايد. ملك دخلت أوضة عمر ولبست تيشيرت من عمر، وكان واصل قبل ركبتها بشوية. وهي بترتب دولاب خدت بالها إن فيه هدوم كتيرة لسه في أكياس، فعلقتهم في الدولاب وقعدت تروق باقي الأوضة. وعند عائشة بره دخل عليها عمر وبس راسها. عائشة بخضة: عمر، هي ايه الروايح الحلوة دي؟ انت ايه اللي جابك بدري؟ في ايه يا ماما؟ ده لولا ان بابا ميت كنت فكرتك ان انت بتوزعين. لا يا ظريف، مراتك هنا من ساعة وبتنضف اوضتك فوق، وانا قلت لها خليكي على راحتك، كده كده عمر هيتأخر. عمر بخبز؟ يعني هي في اوضتي دلوقتي؟ وما تدخلهاش الا لما تخبط عليها. علشان خاطر يا ماما مش هعمل حاجة، هقعد باحترام والله. لا. عمر وهو بيبوسها من خدها: علشان خاطري علشان خاطري. يا ابني هو انت صغير؟ هعمل ايه بس؟ جننتني بنت عيب، هروح اشوفها. عن اذن. عمر اسمع الكلام. دخل عمر من غير ما يخبط، واتفاجئ لما شافها خارجة من تحت السرير بشعرها اللي جاي على عينيه والتيشيرت بتاعه اللي شكله يجنن عليه. ملك بخضة: عمر. وقبل ما تجري على الحمام كان هو لحقها وحضنها. ايه اللي انتي عاملة ده؟ عاملة ايه؟ لابسة تيشيرت ليه؟ علشان هدومي ما تتوسخش. وبعدين انت ايه اللي جابك بدري؟ عايز التيشيرت بتاعي. عمر انت اتجننت؟ ماليش دعوة. عمر اعقل، اهدي وما تخافيش. سامحيني على اللي هعمله ده. هتعمل ايه؟ قطعها عمر وهو بيبوسها وخلاها تنسى العالم باللي فيه. وبعد لحظات بعد عنها وهي بتاخد نفسها: لازم نتجوز بسرعة. ملك بكسوف: عمر أنا. رجع عمر بسها تاني وقطعهم عائشة: يلا يا ولاد الغدا جاهز. بعدوا عن بعض بصعوبة. عمر بتوتر: حاضر احنا جايين. بص الملك لقاها في عالم تاني وفهم هي بتفكر في ايه. عمر مسك ايديها: اللي حصل ولا عيب ولا حرام، انتي مراتي شرعا وقانونا وعمري مهان. بالعكس، دي كانت اسعد لحظة في حياتي، وما تفكريش كتير لان اللي حصل ده تعبير عن حبنا، بس احنا لسه ما عملناش فرح واللي حصل ما يصحش. عمر حضنها، كتب الكتاب وكتبناه والناس كلها حضر وعرفت بجوازنا، والفرح قرب جدا صدقين. ويلا غيري هدوم علشان نخرج. ملك دخلت الحمام وغيرت هدومها وخرجت تسرح شعرها وقربت من عمر تمسح الروز. هيفضحنا روزك ده والله، اصلا هو ثابت، معرفش طبع عليك ليه. ما هو ثابت فعلا. طيب قرب بقى، هحاول امسحهولك. مسحته ملك وبعدين خرجوا يتعشوا كلهم مع بعض. فرحكوا امتى يا حبايبي؟ لسه مقررناش، بس يعني اخر الشهر. اخر الشهر اللي جاي؟ بتهزر؟ انا مجهزتش حاجة. معاكي شهر وكام يوم، مش هتخلصي فيهم؟ لا لا هتخلص وانا هساعدها. صحيح، هتسكنوا فين؟ لا دي مفاجأة. شايفة يا ماما ابنك بيتصرف من دماغه ازاي؟ ما ينفعش يا عمر، هو بيتها زي ما هو بيت وانا ما قلتش حاجة. هي هتختار كل حاجة، بس لما اللي في دماغي يحصل. لما نشوف في حفلة تخص شركتي بعد يومين ولازم تحضري بصفتك مراتي، بس فكرني قبلها علشان اخلص اللي وراي.
ماشي يا حبيبي. وعدى اليوم وهما بيضحكوا ويهزروا مع بعض. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.